كنا بنتكلم من شوية على القرار الخاص بلجنة الصحة في مجلس الشعب بنقل الرئيس السابق مبارك إلى مستشفى سجن ترى. معنا على التليفون النائب المحترم الدكتور أكرم الشاعر. دكتور، يعني تعقيبك إيه على رفض المحكمة الالتزام بتوصيات لجنة الصحة بنقل الرئيس السابق من المستشفى العالمي إلى مستشفى سجن ترى؟ والله احنا لابد ان احنا لا يحدث تداخل ما بين السلطات اللي موجوده في الوطن. اللي دلوقتي في سلطه تشريعيه وفي سلطه رقابيه وفي سلطه تشريعيه وسلطه قضائيه وسلطه تنفيذيه. السلطه الرقابيه التشريعيه والرقابيه اللي احنا بنقوم بيها بنراقب اداء الدوله. أيوة. احنا راقبنا اداء الدوله وقلنا بامانه ان المكان مهيأ لجميع الحالات الحرجه والطارئه. ما قلناش سين او صاد، وتركنا الامر لمن عنده ضمير، لان المفروض العداله حينما تكون في وطن يكون فيه الانسان ايا كان الانسان ليس فيه تمييز. ما عندناش سجين وسجين بشرطه، فكون ان يكون هناك سجين بشرطه فهذا يعود على من حاول ان يسجنه بهذه الشرطه. فاكيد الموجودين 20,000 المساجين اللي موجودين في السجن فيهم حالات اشد ضراوه من حاله هذا الرجل المخلوع. والذي حدث اننا يعني اتينا بادله، والادله موجوده عند السيد النائب العام وعند المحكمه وعند عند الداخليه، بان تقرير ايمن نور اللي كان 2007 اثبت ان المكان مهيأ لجميع الحالات الحرجه والطارئه. عندنا اثبات. بس كما تعلم دكتور، اسمح لي دكتور اكرم اسمح لي، يعني برضو في راي اخر بيقول ان اغلب الحالات، حتى بعض يعني زي المهندس خيرت الشاطر زي الدكتور ايمن نور، لما حبوا يعملوا عمليات المستشفى ما كانش مؤهل وراحوا عملوها في القصر لان فرنساوي. مظبوط؟ الكلام ده يعني كان وقت غير الوقت. حضرتك ما شفتش التجهيزات اللي تمت، واعتقد اللي بيقول الكلام ده ما راحش بنفسه وشاف. لا، الكلام ده قالوه دكاتره اخرين، انا بنقله لسيادتك طبعا عشان هم مش موجودين معانا. يعني مع احترامنا لكلهم، ما حدش راح شاف المكان. انا ما رحتش لوحدي، انا رايح ومعايا 11 طبيب ومعايا استشاري نائب مدير معهد القلب القومي. يعني مش رايح لوحدي. وشفنا، بقول لحضرتك في مركز هناك، في المركز للرمد مش موجود بره مصر، مش موجود بره للعامه. موجود، يعني موجود هناك. الايكو اللي هناك انا نفسي خليت الدكتور بتاع القلب يكشف عليا انا بيه بالايكو. يعني جهاز عالي جدا، وهم هيجيبوا جهاز ثلاثي الابعاد ما هوش موجود في معهد القلب. يعني المكان مجهز، لكن هو الواضح، مش عايز اقول ان الوضع سياسي يعني اكتر منه، يعني هو قرار قضائي خلاص، وطبعا لازم كلنا نحترم هذا القرار. اكيد نحترم القضاء. احنا يعني احنا الاصل عندنا فصل بين السلطات، ما بنختلفش. وانا نفسي ما كتبتش في التقرير نقل سين ولا صاد. انا قلت ان المكان مهيأ. كون واحد يقبل او لا يقبل يعني يتحمل ضميره ويتحمل قراره امام ربنا سبحانه وتعالى. عايز اخد منك تعقيب يا دكتور اكرم على ما قاله الدكتور محمد عطية بان تعديل المادة 28 يلزمه استفتاء لانه جاء من خلال استفتاء 19 مارس. مادة 28 انا مش اخد بالك، انا يعني قاعد في العيادة. هو اليوم ده اللي بشتغل فيه في العيادة، فما تابعتش الاخبار. ايه مادة 28 بتقول ايه؟ المادة الخاصة باللجنة الخاصة باجراء الانتخابات، وانه جوازية الطعن على قرارات هذه اللجنة من عدمه. عموما احنا هنسيبك في العيادة. مش كده، انا قاعد في العيادة بس. ايوه. لكن عموما الوضع بتاع احنا لازلنا كجهاز رقابي لنا دورنا، نتابع دورنا مع احترامنا لجميع القضاء، يعني جميع اراء القضاء، لكن دورنا لم ينتهي بعد. وانا يمكن انا ذاهب الى القضاء يعني ببلاغ للسيد النائب العام ضد الوزير الداخلية السابق انه لم يحترم قرار اللجنة اللي قالت له يوم 23/4 بنقل المخلوع الى سجن ترى. بشكرك جدا دكتور اكرم. معانا الاستاذ